السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، يوم أمس وكما شاهدنا في البث الحي العاجل وتكلمنا عنه تفاصيل البيان الذي صدر يوم أمس عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي شكل صفعة أولية بطبيعة الحال. ما زال هناك صفعات تنتظر النظام الجزائري الفقير الكنغولي فيما يخص الشان، فيما يخص مشاركة المغرب، فيما يخص فضائح الافتتاح. لكن يوم أمس تحديدا تحدث الكاف في البيان ديالو على المباراة وعلى المهزلة وعلى المسرحية التي حاول النظام الجزائري أن يقوم بها من أجل أن يدعي على أن المنتخب المغربي قد انسحب. كلنا شفنا تلك المهزلة، حيث أنهم دخلوا المنتخب السوداني إلى الملعب، والحكم صفر نهاية المباراة واعتبروا على أن المنتخب المغربي خاسر بنتيجة 3-0 لأنه منسحب. غير أن الكاف متابعينا الكرام كانت لها كلام آخر. يوم أمس صدر البيان هو اللي كتشوفوا أمامكم على الشاشة، واعتبروا أن تلك النتيجة ملغية، وعلى أن كل تلك المسرحية التي حاول القيام بها النظام الجزائري هي ملغية تماما. تم إلغاء هذه النتيجة وهذه المسرحية وهذه الخزعبلات اللي دارها النظام الجزائري، بل وجهوا هذه القضية للهيئة القضائية ديال الكاف. هذا ما معناه متابعينا الكرام على أن الهيئة القضائية غادي دير تحقيق علاش ما جاش المنتخب المغربي، وغادي تلقى على أن النظام الجزائري لم يوفر شروط التنظيم اللي كاين في دفتر التحملات ديال الكاف. فهنا متابعينا الكرام ليس فقط على أن الكاف صفعت النظام الجزائري وألغت تلك المسرحية وألغت تلك النتيجة، بل أيضا اعتبرت على أن المغرب غير منسحب، وهذه مسألة مهمة جدا. طوال الأيام الماضية كان النظام الجزائري يحاول بكل الطرق وبكل الموارد اللي عنده المالية والإعلامية وما إلى ذلك على أنه يعتبر أو يروج على أن المنتخب المغربي قد انسحب، لكن الكاف هي في الأخير من تحكم. قالت على أن المنتخب المغربي لم ينسحب، ألغت تلك النتيجة المضحكة وتلك المسرحية المضحكة، بل وجهت القضية إلى الهيئة القضائية اللي في آخر مطاف غادي تخرج بعقوبات ضد النظام الجزائري. هذه مسألة مهمة متابعينا الكرام، واليوم استيقظنا على سعار من طرف الأبواق الإعلامية ديال النظام الجزائري، بحيث طبيعة الحال تم فضح تلك المسرحية ديال المباراة ديال المغرب والسودان وتم إلغاؤها. فخرجت الأبواق الإعلامية التي كانت تروج لانسحاب المغرب وبدأت تهاجم في الكاف وبدأت تهاجم في المغرب وفي القجع، وأننا نتحكم في الكاف كما يحاولون الترويج وما إلى ذلك من هذه الأمور. فما هذه إلا البداية متابعينا الكرام.